يعرف ده ضعفه. اه ازاي اقول له ابقى قوي؟ لا، انا لازم اتقبل ضعفه، اتقبل انه تايه، اتقبل انه بيتخبط، اتقبل مم. انه بيغلط، اه اتقبل انه بيفشل. طب انا عايز اوديه الناحيه التانيه بقى، اللي هي الحاجات اللي انا مش متقبله فيها، عايز اخليه يعمل العكس. مش متقبله دي انا احط تحتها 100 خط، اه لان مش متقبله دي هو هيفضل كده. شقي، عايزه يبقى هادي شويه. لا، ما بيذاكرش، عايزه يذاكر، الحاجات دي كلها. بالليل اه انا لا، شقي يبقى اطلعه يلعب رياضه معينه، امم اوجهه اتجاهات ايجابيه. تعالى نكتب قصه، طب لو انت بترسم تعالى نرسم، لو انت بتلعب كوره تعالى نقدم لك في نادي. ابدا اخرجه لحاجات ايجابيه يفرغ فيها الطاقه اللي مخليه شقي. طيب هو ما بيذاكرش كويس، ابدا اقعد معاه، انت ايه مشكلتك؟ هل دي صعوبات تعلم، ولا ده اهمال منك، ولا انت اللي مش حابب الدراسه، ولا انت اللي مش فاهم، ولا المدرس اللي مش قادر يديك المعلومه؟ ما انا لازم قبل ما احط اعتقاد او احط حكم على ابني، ما لازم افهم اعرف مشكلته الظروف فين. اللي هو لازم فيها افهم ايه. مشكلته فين. ما يمكن هو ما بيحبش، هو عنده صعوبات تعلم في الرياضه، ما افضلش عنفه اقول له انت ليه ما بتجيبش درجات كويسه في الرياضه؟ لا، ما انا اعالج المشكله الاول. طب انت مشكلتك في ايه؟ طب انت مش بتعرف تحل ولا مش بتعرف تحفظ؟ طب ابدا واحده واحده اتكلم معاه واتقبل انه يغلط، اتقبل انه ما يحلش، اتقبل انه يجيب درجات مش كويسه. هو الطفل مش غبي على فكره، مش الطفل بقى، الانسان بصفه عامه اذكى خلق الله. يعني حتى صح دلوقتي لما طلعنا الذكاء الاصطناعي برضو الانسان برضو مفيش حاجه هتعدي الانسان، بالظبط. مفيش حاجه هتعدي لان انا العنصر شفتها البشري. بنفسي بيلعب الذكاء الاصطناعي وكسبوا ممكن في يكسبوا الشطرنج بالظبط. يعني. الذكاء الاصطناعي ما بيحسش، مم. الذكاء الاصطناعي ما بيبدعش، الذكاء الاصطناعي ما بينتجش. لان هو هو قال له بياخد انا حللت مدخلات، مليون حركه، بس الانسان قدر ان هو يكسبه اللي قاعد معاه. هو بياخد مدخلات ايوه بالظبط. بيفرجها له، اه بيعمل لها ابديت الابداع ويعدلها بقى ويطلع. هنا مفيش ابداع. بالظبط، هنا بقى في يعني لو دخلت قلت له انا عايز بيت شعري من تاليفك مش هيعرف، لكن هيجيب لك شعراء الناس اللي متخزنه عنده، هيجيب لك الشعر بتاع الشعراء اللي متخزنين عنده. فبالتالي الانسان قوه بشريه لا تقاوم. فابنك ذكي، ابنك ذكي جدا، ولكن بيجي بقى حته العند اللي احنا اتكلمنا عليها دي. طب مش انت عايزاني اجيب، مش انت مش متقبله لك؟ طب والله راسك لك. انا عايزه اقول لك في ناس بيسقطوا مخصوص عشان يعندوا اهالي، وبيجي لي في الجلسات بيقول لي انا هسقط في الماده دي عشان انا هو كده، انا مش هفرحك بيه. انت متخيل مدى الكلمه؟ تخيل مدى الكلمه من كتر ما امه عامله عليه. بالظبط. انت خانقاني، انت خانقاني، انت على طول محساني فاشل، انت على طول محساني مقصر. مش احنا بنسمع كتير يقول لك انا هخلي ابويا، يعني انا هحرق دمه عليا، انا هحرق قلبه عليا. لا، طب ليه الحقد ده؟ طب انت ليه المعنويات دي؟ ليه؟ لان هو زرع جواه كده، هو زرع، هو دايما يقول له انا عايزك دكتور زي ابن خالتك، انا عايزك مهندس زي ابن عمك، انت ليه ما تطلعش زي ابن الجيران؟ انت طب انا مالي؟ صحيح. انا بني ادم، انا نهى، انت مش نهى، انت حدد، انت مها، انت. يبقى انا زي ما انا ليا اسمي، انا ليا شخصيتي، ليا فروق الفرديه، ليا تربيتي وليا معتقداتي. ازاي ما افصل ما بينهم؟ زي ما احنا هناخد فاصل كده اهوت ونشوف بعد كده بقى ازاي نعزز الثقه بالنفس. لسه مكملين مع مستمعينا، ومنورانا الدكتوره نهى مصطفى، اخصائي العلاج النفسي والارشاد الاسري او الصحه النفسيه والارشاد الاسري. وكنا بنتكلم معاها عن تعزيز الثقه. يعني خلاص انا ببدا اوجه وببدا اعمل، لكن ازاي اكسب الشخص اللي انا مطالب ان انا اعلمه واربيه ان هو يكتسب ثقته بنفسه؟ تقول لي احنا قلنا في جزء مكتسب وفي جزء من الطبيعي، احنا عايزين نعزز بقى. احنا خلاص جبنا الجوانب السلبيه، ازاي نهدم الثقه بالنفس؟ احنا عايزين بقى العكس، ازاي نعزز وننمي الثقه بالنفس. زي ما حضرتك قلت، تاخد الجزء الاخير من كلامك، هي جزء مكتسب وجزء فطري. الجزء الفطري زي ما ربنا خلقنا. طب الجزء المكتسب ده علشان نعززه اصلا بيجي بقى من الجذور، بيجي من اتفه حاجه واتفه موقف. انا عايز اكل بالمعلقه البلاستيك، لا انا عايز اكل بالمعلقه المعدن. فببدا، طب انت ليه هتاكل بالمعلقه دي ومش عايز تاكل بالمعلقه دي؟ فهنا اديله ان هو يحاورني، ان هو يقول لي اراءه. انا بحب المعلقه دي يا ماما عشان انا بتريحني، او انا بحس ان انا وانا باكل بيها ببقى مستمتع. ده ابسط حاجه، ده من وهو لسه بيبي. ماشي، يطلع سنه، إيه انت، انا عايزه البس الشوزه دي مش الشوزه. طب ليه؟ اصل دي بتريحني، اصل مش بحب الرباط، بحب السكوتش مثلا. خد بقى على كده وانت طالع، انت عملت، فانت نميت عنده ايه؟
عبر عن رايك. قول انت عايز ده ليه، وقول انت رافض ده ليه. فبالتالي لما يبدا، لان من سن من هو بيبي من عمر يوم لعمر 5 سنين هو معايا انا بس. هو معايا انا ومع بابا. هو مش مع حد تاني. فبالتالي اللي انا زرعته فيه في ال5 سنين دول، لما يبدا يدخل كي جي 1 وبعدين يدخل كي جي 2، هو لما يجي حد من صحابه يقول له حاجه، انا عارفه اعبر عن رايي. انا لما حد يجي ياخد حقي، لا انا هعرف اتكلم، انا هروح لماما اقول لها حصل الموقف ده النهارده يا ماما، اعالجه ازاي. المشكله ان احنا بنعاملهم زي بنعامل ناضجين. هي دي المشكله، يعني بنعامل الاطفال زي بنعامل ان هو كانه شخص ناضج. يعني ممكن اعنفه في فعل خطا هو عمله بتاع، هو يعني وجهه نظره فيه مختلفه ورؤيته مختلفه تماما، بس انا كاني بعامل واحد كبير. هو لا حول لي ولا قوه. هو عمال، هو اصلا في فتره معينه هو بيحصل له تشتت. هو لسه بيكتشف نفسه. نفسه. من الخارجي ولا اخد من الداخلي. انا مش عارفه اخد من ماما وبابا، ولا اخد من صحابي، ولا اخد من مجتمعي، ولا اخد من جد وتيتا. انا اكتسب من مين؟ فهلاقي ان كل اسره ليها تربيتها، كل اسره ليها معتقداتها. يعني على سبيل المثال، في اسره بتعتقد ان الضحك في الشارع عيب، ما تضحكيش في الشارع. في حد تاني معتقد تاني يقول لها الضحك يعني اضحكي بس بالراحه، باسلوب هادي، باسلوب مش ملفت يعني. مش ملفت. في ناس لا، انت لازم تمشي، انت ما تبتسميش حتى، تمشي راجل في الشارع. طب كل اسره بتربي بالمعتقد بتاعها. فانا اهلي معلميني حاجه، فطلعت في المجتمع لقيت نفسي بنتقد على حاجه اهلي معلمينها لي اصلا. انت فاهمني؟ فيعني هم اللي صح ولا اهلي اللي صح؟ فبتبدا تحصل هنا دروبات، وبتبدا تحصل هنا ان انا تايه، انا مش عارف ايه الصح وايه الغلط. طب ما يمكن في ايه الستاندرد اللي نمشي عليه؟ مفيش. طيب لا مفيش، لان يعني انا اسره من الصعيد ليا عاداتي وتقاليدي. انا اسره من الدلتا ليا عاداتي وتقاليدي. انا اسره من الجنوب ليا عاداتي وتقاليدي. هات الثلاثه دول وحطهم مع بعض في مكان، هل هيتفقوا؟ لا طبعا. حد يقول لك لا ما اكلش قدام حد، لا عادي ده شيء طبيعي. لا انا ما اخرجش لوحدي، لا عادي ان انا اخرج لوحدي. انا ما صاحبش مثلا في الكليه، ما اكلمش شباب في الكليه ما اخدش منهم حاجه. حد تاني لا، ما دام في حدود الادب والاخلاق والذوق عادي، ده زميلي. فهي قيم ومعتقدات كل اسره بتنمي علشان. طب ما فيش ثوابت بقى. طب ما هيبقى ما فيش ثوابت، بس الثوابت عندي هي الحلال والحرام. دي الثوابت بتاعتي. الثوابت الدينيه بالظبط. هي دي الثوابت، ايه اللي يرضي ربنا، ايه الصح، ايه اللي ينفع ان انا اعمله. انا بعزز بقى الثقه في ابني كده او في بنتي. المرجع بتاعك هو ربنا. كده غلط وكده حرام وكده، فبتبدا تنهارني. لا انا ممكن اجي اقول لها بصي، هو إيه اللي انت عملتيه مش صح، بس احنا ممكن نعمل كذا، ممكن لو جالك الموقف ده تاني تردي عليه الفعل كذا. هلاقي بنتي بمنتهى الاريحيه بتيجي تحكي لي على مواقف تانية. عشان انت تلقيتي منها الاول في منطقه وعرفتي تحتضنيها. بالظبط. لكن انا لما اروح اشتكي لامي او لابويا حاجه معينه، فانا لو نهرتها هي مش هتيجي تحكي لي على حاجه يعني تانية. هي فقدت الثقه في النفس. هي ما بقتش واثقه فيا ولا في نفسها. هي مش واثقه فيا ان هي تيجي تحكي لي. يعني لو حصل مشكله بينها وبين صاحبتها، فتيجي تحكي لي، لا انت اللي غلطانه، انت السبب، ما هو انت لو كنت عملتي كذا ما كانتش عملت كذا، ما هو انت اللي جايبه لنفسك الوجع، انت اللي جايبه انت واقعد الوم واوضح والنقد الدائم دوت مش صح. واقعد انقد. النقد واللوم والمقارنه، الثلاثه دول بيموتوا. دول اكتر حاجه تهدم الثقه. النقد واللوم والمقارنه، اني افضل طول النهار بنقد فيها، انت شكلك عامل كده ليه، انت ايه اللي لابسه، ادخلي غيري القرف اللي انت لابسه ده، انت عامله كده ليه، انت ايه الاسلوب اللي انت بتتكلمي بيه ده، انت ايديكي بتتكلمي بالراحه وحطي ايدك جنبك، وافضل الحكم عليها. ان انا الومها كل شويه، وليه عملتي كده، وليه جبتي الدرجه دي، وليه ما جبتيش درجه زي صاحبتك، وليه ما طلعتيش الاولى زي ما فلان طلعت. ده لوم، مقارنه. اشمعنى انت، اشمعنى ما عملتيش، اشمعنى انت مش زيها. النقد واللوم والمقارنه دول يدمروا اجدحها ثقه في النفس. انت هتخلق حد ضعيف الشخصيه، غير متزن، وحاقد. طب لغايه حاقد على المجتمع وحاقد على نفسه. طب في حته بقى مهمه قوي ودايما بتشغل بالي، امتى اقول بقى ان خلاص فات الميعاد وبقينا بعاد، اللي هو انا مش هينفع اعمل اللي انت بتقولي عليه دلوقتي. خلاص انا كنت ماشي غلط وبربي غلط وبعمل وبتاع، وبعدين في حته كده، طب انا فقت لنفسي. حد بيسمع نهى مصطفى دلوقتي ففاق، فعايز يعدل
يعدل ازاي؟ هو متعلق بمرحله سنيه، فاهمه؟ هو ما فاتش الاوان. ولاده بقوا شباب مثلا. لا هو ما فاتش الاوان، احنا بنتعلم لحد ما نموت. طبعا. تمام. انما طريقه التوجيه هتبقى مختلفه بقى. ما انا اتعلمت، اذا انا ادركت، اذا بقى عندي وعي، اذا ركزت على الصح. ايه تعمل ازاي؟ اعمل ازاي؟ اللي انا مشيته في السنين دي كلها مش هيتعمل فيهم. طب هنشوف بقى لما دخلنا في مرحله فئه عمريه تانية. خلينا نطلع فاصل. مع مستمعينا، وده اللينك الاخير مع الدكتوره نهى مصطفى، اخصائي الصحه النفسيه والارشاد الاسري. قلتها صح المره دي بقى على بعضها من غير ما اتوقف يعني. جالي ثقه في نفسي. تعزيز ثقه ده. طيب احنا قلنا عشان ما يبقاش القطر فات وما يبقاش ان احنا حاسين بالذنب، ايه اللي ممكن نعمله مع ناس ادركت ان هي كانت غلط وعايزه تصحح بقى، عايزه توجه ولادها، عايزه تبدا تعدل. هل فات الاوان على كده، ولا ممكن نلحق ان احنا نعدل السلوك وان احنا نقوي ثقتهم بنفسهم ونعززها ونرجع اصحاب يعني، او نصاحبهم بقى؟ لا ما فاتش الاوان. ما فيش اي عشان الناس بس ما تستسلمش يعني. لا ما فاتش الاوان. والاخر لحظه يعني الرسول عليه الصلاه والسلام بيقول اذا قامت الساعه وفي يد احدكم فسيله فليغرسها. ليه يا رسول الله؟ ده الدنيا هتدك، ده حالا الدنيا هتدك، قال لك اغرسها. فما فاتش الاوان. طيب ما فاتش الاوان اعمل ايه بقى؟ اللي انا كنت بعمله ما اعملهوش. من الغباء ان انا اعمل نفس اللي انا بعمله واتوقع نتيجه مختلفه. ده بيسموه قانون الجنان. ده قانون الجنان حرفيا، ان انا امشي بنفس الخطوات واقول لا ده انا هوصل لطريق تاني. ما هو انت ماشي في نفس الطريق. بتهيألي هي المشكله مش بتبقى في الاب والام او في المسؤولين، قد ما بتبقى مشكله في المتلقي، ان انا مش هتقبل منك بعد السنين دي كلها انك تحاول تعدل معايا بطريقه تانية خالص. مش ده اللي انا عارفه، انت مش بابا انت مش ماما يعني بقيت مختلف. لو صدقك هيتقبل. ليه بقى؟ لان ده في اساسا علم كامل اسمه علم تعديل السلوك. ده علم كامل احنا بندرسه، تعديل السلوك. ايه هو تعديل السلوك؟ انا كنت بقارن، انا كنت بلوم، انا كنت بعتب، انا كنت دايما بوبخ، انا كنت لا رافض انه يغلط، رافض انه يعمل اي تصرفات غير سويه او غير ناضجه. طيب تعالى نعمل العكس. نقطه ومن اول السطر. ماشي. انا ابني خدها بقى موقف، وده هيحتاج صبر طويل جدا. اللي باظ بقى في سنين عشان نصلحه في الفتره اللي جايه اكيد هناخد وقت ونستحمل ونصبر. مش هتجيب من اول مره ولا تاني مره ولا تالت مره ولا 10 مرات، بس هتجيب. المتلقي بطبيعته برضو هو مش عدو. انا ابني مش عدوي. هو مش بيمسك لي على الواحده، لا هو لو حس ان انا فعلا اتغيرت وان انا عايز مصلحته وتعالى نبدا صفحه جديده مع بعض وابدا اصاحبه وابدا اتكلم معاه، هيرفض. انا بتكلم في كده. هيرفض طبعا. ما لازم يرفض، ما هو مش واثق. ايوه. تخيل حد خذلك مره واثنين، ما هو ده خذلان. ما خلينا نبقى متاكدين ده خذلان. انا لما اروح اشتكي لامي وامي تعنفني ما هي خذلتني، انا مش جايه اشتكي لك عشان تعنفيني، انا جايه اشتكي لك عشان افضفض لك. فلما الاقي منك ده انت كده خذلتيني، او عشان توجهيني، او عشان تسمعيني. احيانا ما بيبقاش الابن او الابنه عايزين حل، مش عايزين حل، هو عايزك تسمعه بس. يعني انا لما تيجي بنتي تكلمني واحللها تقول لي ماما انا مش عايزاكي تحلي لي، انا كنت عايزه احكي لك بس. هي عايزه تتكلم بس. كون انا بقى اقعد اديها احكام وليه عملتي كذا وليه، خلاص بقى انا خلاص بقيت ام واعيه، بقيت ماما مدركه، بقيت ماما كده عندي شويه تربيه ايجابيه كده، وعرفت اعمل ايه مع بنتي. ابدا اجيبها بقى واحده واحده. بصي احنا هنبدا صفحه جديده مع بعض، ولو في اي حاجه مضايقاكي تعالي احكي لي. هي هتخاف، هتكش، مش هتيجي تحكي لي طبعا، بس احكي بقى انت الاول. تعالي مش انا حصل لي كذا 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 النهارده، انت ايه رايك؟ تعالى انا حصل لي موقف ما تساعدني فيه. اعمل اشارككم، انا اللي اشارككم يعني. بالظبط، اعمل انعكاس. اللي هو انا اللي محتاجه لك، مش انت اللي محتاج لي. انا اللي محتاجه وجودك، انا اللي محتاجه نصايحك، فهيحس ايه ده، هي دي ماما؟ ايه ده بقيت تتكلم معايا، ده بتاخد رايي. ايه ده يعني انا رايي مهم؟ يعني انا وجوزي مهم؟ يعني أنا بعد ما كنت ماليش لازمه، بعد ما كنت كل شويه بسمع انت مالكش لازمه، انت مالكيش لازمه. الكلمه دي كانت طول النهار، انت قاعده في البيت بتعملي انت طول النهار مالكيش لازمه. ايه ده انا بقى ليا لازمه. هتقوي الثقه بالنفس، هتحسسه بمصداقيه او هتحسسها بمصداقيه. لا ده انا مرغوب فيا، انا كده بقى مرغوب فيا، انا كده
بابا ما تيجي نخرج النهارده، ما تيجي تساعدني في شغلي ده، اصل انا حاسس ان انت اكتر واحد ممكن تنفع، اصل انا حاسس ان انت، انا عارف ولا انا عارف انك ذكي، وعارف ان ما تيجي كده تعمل لي دي على الموبايل، انا مش عارفه ادخل على اديله التطبيق تاسك ده. هو يعني بالظبط تاسك متعلقه بيا انا، مهام متعلقه بيا انا. بالظبط انا هو فاهمه، يساعدني فيها. هو يساعدني. فبالتالي هيحس التغيير، مم. واحده 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 هيحس التغيير، هلاقيه بدا يجي يتكلم، بدا يجي يفضفض، بدا يسمعني. هو ليه الطفل بيعاند؟ هو بيعندك عشان حاسس ان هو لا انت مش قابلني، فانا بقى خلاص انا كمان مش متقبله. لكن لو انا حاسس ان في حضن هو بيحتوي، ما بيبقاش قابل ومش قابل التصرف. ما هم الولاد والبنات ما بيعرفوش يقدروا ان هو بينتقد الاب او الام، بينتقدوا التصرف مش بينتقدوا الطفل. بس الاسلوب نفسه اللي هو البيهيفير يعني السلوك بتاعه ازاي تجيبه تاني. بنشوف حالات زي كده كتير بتجيب بنسبه 80%. هتلاقي ان الامور رجعت. ما تحسسوش ان انت عايزه يعمل اللي انت عايزه بس، لا انا عايزك تبقى ناجح علشان انا بحبك كده. انا اولا بحبك كده، الحب غير مشروط بقى، تعالى يعني الجزء بقى ده نلعب عليه شويه. انا بحبك زي ما انت، حتى لو انت فاشل انا بحبك. ولكن نجاحك هيعلي من قدرك، هيعلي من شأنك، هيرفع قيمتك، هيزود قيمتك. فبالتالي انا بحبك زي كده. انت لو عايز تستنيك فاشل براحتك، انا كده كده بحبك اصلا. ولكن ليك انت بقى الجزء ده يخصك انت. لما جرب كده تبقى عضو نافع في المجتمع، شوف اللي حواليك هيتعاملوا معاك ازاي. جرب تبقى حد مفيد، جرب تبقى حد نافع. فبالتالي هيحس ان انت مش عايزه عشان خاطر يبقى احسن دكتور ولا احسن ضابط ولا احسن مهندس، لا انا عايزك تبقى كويس عشانك انت، مش عشان انا بالنسبه لي اعمل اللي انت عايزه. انت حقق اهدافك انت، مش هتحقق لي انا اهدافي يعني. بس انا حابه ان انت تبقى افضل. انا بحبك زي ما انت، بطريقتك، باسلوبك، يعني بسلطاتك، بغنوجك، أيوة زي أيوة ما أيوة. انت. انا محتويك زي ما انت، انا ما بعقبش عليك ومتقبلك، وافهمه ان انا متقبلاه، واحط 20 خط تحت متقبلاتي. فبالتالي لما يحس ان هو اولا انا تقبلته، ثانيا انا بوجهه وبرشده لحاجه في صالحه مش عشاني، لا هتجيب وهلاقي نفسي ابعد عن اللوم، وابعد عن العتاب، وابعد عن المقارنه. وفي الحاله دي ان شاء الله هنبقى اصحاب والدنيا تمشي والثقه ما بتخلص معانا، وان شاء الله متجدده، وتكوني منورانا باذن الله في حلقات قادمه متعلقه بالصحه النفسيه، متعلقه بالارشاد الاسري، لان الجزء ده مهم جدا. لو البيت بقى صحي وصحيح، الدايره هتبدا تبقى صح، الدوائر المحيطه، وبعد كده هو بينا. نورتينا طبعا. حضرتك وشكرا. الله يخليك. الدكتوره نهى مصطفى، اخصائي الصحه النفسيه والارشاد الاسري، وجودك معانا النهارده، وان شاء الله على وعد بانك تنورينا تاني في حلقات متعلقه بهذه الموضوعات. ان شاء الله. شكرا ليك يا فندم.